السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال فيديو النهاردة جايبين مع بعض نعمل أنبوكسنج لسماعة سامسونج الوايرد الأوريجين 3.5 ملم. وإن شاء الله من خلال الفيديو أقول لحضراتكم على المميزات بتاعة السماعة دي وأقول لكم على السعر بتاعها إن شاء الله. بس كالعادة في بداية كل فيديو بطلب منكم دايما إن انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال إن انتوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده في المقدمة، دي سماعة سامسونج وايرد أصلية أوريجينال ميد ان فيتنام زي ما قدام حضراتكم ظاهر، وكمان ليها سيريال نمبر. ناس كتيرة جدا سألتني أكتر من مرة أنا عايز أشتري سماعات تكون أوريجينال ويكون كمان من شركة زي كبيرة زي شركة سامسونج، فحبيت إن أنا أجيب السماعة دي وأوريها لحضراتكم من خلال الفيديو. طبعا العلبة معمول لها سيلد مقفولة. والمنتجات بتاعت سامسونج دايما بتكون منتجات مميزة وقوية جدا، ودي سماعة وايرد أرخص كتير من الوايرلس بتاعت سامسونج، وكمان الصوت بتاعها بيكون نقي جدا. تعالوا كده نفتح مع بعض العلبة. زي ما احنا شايفين كده العلبة مقفولة ومعمول لها سيلد من على الطرفين عشان تتأكد ان المنتج ده انت لسه اول واحد بتفتحه. على فكرة بيبان اذا كان السماعة او المنتج اتفتح قبل كده ولا لا، لان السيلد لما بيتفتح ما بيرجعش زي ما كان. بصوا الباكجينج بتاع السماعة معمولة ازاي، مقفولة ومعمول محطوط فيها كمان الكتيب بتاع التعليمات بتاع السماعة من شركة سامسونج، ومقفولة ومعمول لها تغليف بشكل لطيف قوي، عامل زي ايه، زي الكيس كده بتتفتح. بصوا حضراتكم، ودي شكل السماعة. هنلاقي محطوط السماعة نفسها كقطعة محطوطة، وموجود معاها كمان الاير بيسز او الاجزاء اللي هي المطاطية اللي بتدخل في الودان. الماتيريال بتاعت السماعة نظيفة جدا، وشكلها كمان بحاول اوريها لحضراتكم. طبعا مكتوب سامسونج، وفي كل طرف من السماعة موجود الليفت والرايت. والقطعة البلاستيكية ديت اللي بتدخل في الأذن، طبعا كل ما كانت السماعة نظيفة كل ما القطعة دي بتريح الودان، لأن في سماعات كتير الناس بتشتريها وتبص تلاقي بعد شوية بتوجع ودانك من القطعة البلاستيكية ديت. لكن المنتجات الأوريجينال بتكون معروفة، بتكون الماتيريال بتاعتها ممتازة، وبتكون مريحة جدا للودان. السلك بتاعه مش قصير، سلك طويل، يعني تقريبا بنتكلم في متر ونص. وادي الايربيسز او القطع اللي بنحطها في الودان 4 مقاسات مختلفة على حسب كل واحد اذا كان صغير او كبير. نقدر ان احنا نغير القطعة دي بسهولة جدا، وهم 4 بيسز او قطعتين، يعني مقاسين 2 للقطعة ديت، طبعا للطرف الايمن والايسر. فيعتبر كده السماعة بتيجي معاها 3 مقاسات مختلفين للأذن. وطبعا احنا كنا اشترينا السماعات ديت مع الجهاز السامسونج الاي 24، واللي كنا عملنا له فيديو للانبوكسنج، وان شاء الله هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. طبعا بمجرد ما وصلنا ظهر لنا على طول الاشعارات على الموبايل. وكمان السماعة بيبقى فيها قطعة كده اللي بنقدر نرد منها على المكالمات، وبنعلي وبنوطي منها الصوت. هوريها لحضراتكم اهو، انا بس بفتح السماعة اهي، هي القطعة دي بنقدر نعلي ونوطي منها الصوت، وكمان نرد منها على المكالمات. زي ما قلت لحضراتكم الماتيريال نظيفة جدا جدا للسماعة ما شاء الله. وانا كنتش اشتريتها اونلاين، انا كنت اشتريتها من مكان، وهقول لحضراتكم على سعرها دلوقتي. بس تعالوا بس نعمل تجربة للصوت كده، واقول لحضراتكم على وجهة نظري في الصوت بتاعها. يعني مش محتاج اقول لحضراتكم بجد ما شاء الله صوتها نقي جدا جدا، والسماعات فعلا حلوه قوي ومريحه جدا كمان في الودان، وصوتها نقي، وما بتحتاجش حتى تعلي سماعه التليفون لحد 70%، بيكون الصوت عالي جدا في ودانك. المنتج ده منتج ممتاز جدا ومحترم جدا، وانا زي ما قلت لحضراتكم اشتريته من فرع رئيسي لشركه سامسونج، وكان سعرها ب 510 جنيه، وسعرها موجود عليها كمان اهوت على العلبه. وطبعا يا جماعه السعر ده وقت تسجيل الفيديو، والاسعار بتتغير طبعا من وقت للتاني، وكلنا عارفين في الفتره الاخيره الاسعار بتزيد بشكل كبير جدا. لكن انا ان شاء الله
هسيب لحضراتكم باذن الله تحت الفيديو لينك لسعرها اونلاين، ممكن يكون على فكره سعرها اقل او اكبر على حسب الوقت اللي انت بتشتري فيه السماعه، اذا كان في عروض او لا. في بعض الاماكن ساعات بتعمل عروض على المنتجات بتاعتها، بس ان شاء الله هسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن. ولحد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نساعدكم ونقدم لكم حاجه مفيده ليكم. وكالعاده في نهايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.